بتكلفة بسيطة جدًا هنعمل حاجة حلوة وهتعجبكم بجد طعمها تحفة. تعالوا نشوف الطريقة. هنحط في الخلاط بيضتين بدرجة حرارة الغرفة ومعاهم معلقة من الفانيليا ونص كوباية من السكر ونضربهم مع بعض. بعد كده هننزل بكوباية إلا ربع من الزيت وزيها لبن حليب، يعني كوباية إلا ربع زيت وكوباية إلا ربع لبن حليب، ونضربهم كويس لغاية ما الخليط يبقى فاتح كده. هنجيب بقى المواد الجافة، هنحط 2 كوباية من الدقيق وننخلهم كويس، ونحط 2 معلقة صغيرة بيكنج باودر يعني معلقة كبيرة مثلا، تمام، ورشة ملح. هنخلطهم كويس مع بعض ونقلبهم عشان يمتزجوا مع بعض، وبعد كده هنضيف السوائل بالتدريج ونقلبهم في اتجاه واحد، وبعد كده هنحط معلقتين من الخل، معلقتين كبار، ونقلب الكلام ده كله وندهن الصينية بتاعتنا بالزيت كويس جدا. بكون بقى انا من اول ما بدأت مشغلة الفرن على درجة حرارة 180، وبحطها في الرف الاوسط بتاخد من 20 ل25 دقيقة. بحطها في صينية كبيرة عشان انا مش عاوزاها مرتفعة في الصينية. بخرج منها بقى الهواء بالشكل ده وبحطها في الفرن زي ما قلنا في رف اوسط، لازم الفرن تكون سخنة كويس جدا، تمام. ودي اخف كيك ما شاء الله، بتبقى خفيفة جدا وجميلة جدا، تنفع معاكي لأي حاجة عايزة تعمليها. ممكن تبقى كيكة شاي عادي جدا. طبعا بتخرج بختبرها بالخلة الشيش، عصاية الشيش، وبعد كده بقلبها الناحية التانية لما بتهدى وبخرمها بالعصاية الشيش. وبعد كده باجيب بقى لبن ساقع عادي يعني بدرجة حرارة الغرفة، مش لازم يكون سخن، تمام. وباحط كده ايه حاجة بسيطة جدا، يعني انا مش باحط كتير، وهتشوفوا انا خدت قد ايه. بالشكل ده هنجيب بقى نعمل الكريمة ونسيب الكيك يشرب اللبن. ممكن تجيبي باكت الكريم شانتيه الجاهز من السوبر ماركت وتعمليه، لكن انا عملت بالكريم شانتيه الخام. عملت مع 3 معالق من الكريم شانتيه الخام وعليه معلقة من الباستري، وحطيت نص كوباية من اللبن، بس نزلت بالتدريج فلغاية ما اوصل للقوام اللي انا عاوزاه، وحطيت معلقة من السكر علشان خاطر ما يبقاش مسكر قوي، تمام. هحط بقى الكريمة على الكيك بالشكل ده كده واسويها كويس جدا، وبعد كده هادخّلها في الفريزر أو في التلاجة لمدة ساعتين. لو في الفريزر هتاخد مثلًا نُص ساعة تتماسك شوية عشان نعرف نحط باقي المكونات. وأنتِ بتحطي اللبن لازم يكون اللبن ي متلج عشان خاطر يدّيكِ قوام حلو للكريم شانتيه. أنا حبيت أعملها كيك فراولة، فاستخدمت كده أنصاف من الفراولة. جبت الفراولة وبعد ما غسلتها كويس جدًا وقطعتها لأنصاص كده وحطيتها بالشكل ده، وهاخلّص الكمية كلّها ونعمل جليز الفراولة. سهل وبسيط جدًا. هنجيب باكت من الجيلي الفراولة ونحطه في أي لبانة أو حاجة زي كده، ونحط بعد كده معلقة صغيرة من النشا تكون مليانة، ونُص كوباية من المَيّة، وربع كوباية من الزيت. كل ده على البارد هاقلّبه كويس جدًا، وهاحطه على النار مع التقليب لغاية أمّا يغلي معايا، واسيبه دقيقة بس على النار. بعد الغليان هيبقى معايا بالشكل ده. باسيبه يهدى شوية، مش باسيبه يبرد عشان بعد كده بيتقل. باسيبه يبرد بس حاجة بسيطة جدًا حوالي 5 دقايق، وباستخدمه على طول، يعني هو بيفضل سخن، وبعد كده باروح حاطاه بالشكل ده. أنا استخدمت المعلقة بس حسيت إنها مش نافعة معايا، فاستخدمت الفرشة كانت أحسن بكتير. هادهن بقى كل الفراولة بالجليز بتاعنا. طبعًا أنا كنت حطيتها في الفريزر تاني قبل ما أبدأ إن أنا يعني بعد ما حطيت الكريم شانتيه وحطيت الفراولة، حطيتها في الفريزر تاني لغاية أمّا عملت الجليز، طلعتها على طول من الفريزر ودهنتها بالشكل ده. يبقى أنا حطيتها في الفريزر بعد الكريم شانتيه حطيتها، وبعد كده حطيت الفراولة وحطيتها تاني في الفريزر، وبعد كده رجعتها تاني على طول حطيت لها الجليز، سِبتها شوية لغاية أمّا تماسكت، وبقت معايا بالشكل الحلو ده، جميلة جدًا، وأتمنى إن أنتِ تجربيها وتقولي لي رأيِك فيها. بجد تحفة ومكوناتها بسيطة جدًا. يا ريت لو عجبِك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والاشتراك في القناة على اليوتيوب وصفة هدير سعد. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. يا ريت لو شُفتوا الفيديو على الفيسبوك يا ريت تعملوا شير أو تعلّقي حتى لو بحرف عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من المتابعين. طبعًا من جمالها باين جدًا إنها خلص نُصّها من قبل ما أخلّص تصوير. جميلة جدًا، أتمنى إن أنتِ تجرّبيها. شكرًا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.